ايه يا اسطى؟ عامل ايه بعد اول اسبوع دراسه؟ تمام قوي، ومظبط الدنيا مع 4 بنات وعايزك تفرزهم معايا. يعني ايه؟ يعني 2 هيبقوا اساسي وواحده ستبن والرابعه هفكس لها من اول اسبوع يا فاجر. اعمل ايه بس؟ ما هم اللي جامدين وكمان الشيطان شاطر قوي. لا، لحد هنا واظبط في كلامك. لو انا شاطر في الوسوسه فانت دحيح في اللغواصه. لغواصه ايه يا عم؟ وانت ما ترد عليه، مش شيطانك ده؟ يرد يقول ايه بقى؟ ما هو عارف اني ماليش ذنب، انا يا دوب شاورت له على البيت. يعني ما طلعتش شغلة شيطان زي ما انت بتقول؟ ما هو تصدق وتامن بيه يا اسطى. لا اله الا الله والله. ومالك عليا حلفان صادق يا معلم من غير حلفان. انا لسه يا دوب هبدا العب له في ترسه علشان افتح عينيه على البيت، لقيته راح جاب رقمها وخرج معاها دي. ما خلاص بقى يا اسطى كفايه. لا هقول له. وكمان خد رقم صاحبتها. وبعدها بيومين، يومين يا بني ادم، زهق منهم وراح صاحب 2 تانيين ودخل عليهم بنفس الدخل. كمل كمل. ده غير بقى شويه رفائع الذنوب اللي بيعملها، يعني سجاير، اغاني، غيبه ونميمه، مراهنات. رجوله والله. انا عن نفسي حطيتك في اي بي. على فكره بقى البتاع ده كذاب. انا هعمل كل ده لوحدي ازاي؟ لا ما هو فعلا مش لوحدك يا صاحبي. انت ونفسك الاماره بالسوء، كل ما تغويك لحاجه حرام او شهوه تقوم تجري عليها. بس برضه هو السبب يا بني ادم. ما تفهم بقى ان كيد الشيطان كان ضعيفا. هو انا اللي علمك القران بتاعك يا جدع انت؟ هي دي ايه في القران بجد؟ وهو عارفها وانا لا؟ عرتنا يا اخي قدام اهفأ شيطان عرفته في حياتي. بص، اول ما الشيطان يجي بس يبدأ يوسوس لك بحاجة تقوم تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، ما انت لو بتفتح مصحف ولا بتسمع قرآن كانت عدت عليك الآية اللي بتقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أنا تعبت. أنت بتعمل إيه يا اسطى؟ إيه يا عم مالك؟ أستاذي الفاضل مقفل لي تارجت شهرين قدام ومش عايز نوجب معاه واديله نصيحة. لا فيك الخير، ممكن تخلع بقى أوي أوي. أنا معايا شهرين فري بفضل الهفا ده. حجزت تذكرتين في اي بي في احسن مكان في الدارك الاسفل عشان اعزم الحته بتاعتي هناك. هبقى ابعت لك دعوه الفرح، اوعى ما تجيش. ها هناك حاجات هتعجبك، وكمان يا عم اشوف لك صاحبتك.